واشرف بن شرقي فين في مصر لو هيجي السنة الجاية؟ اشرف بن شرقي الكلمة المعتادة عنده عروض خارجية كتير، يعني دي كلمة معتادة هتسمعها كتير. فهو بيقول انه في عروض في السعودية وعروض في دول اخرى خليجية. ده الكلام على اشرف بن شرقي. طيب في مصر بقى هنا ايه اللي بيحصل؟ عشان نكون في واقعية، لو هي بالعاطفة مفيش لاعب هيسيب بلده، يعني خلاص بقى هو هيقعد، يعني كان كمل مع الوداد ما كانش احترف. لو هي بالعاطفة، عشان ناس كتير بتتكلم اوقات بالعاطفة وده ما شفناهوش. يعني في النهاية هو ممكن اتكلم على الفريق اللي انا لعبت عليه كويس، ده الطبيعي، لان انا ما شفتش من جمهوره حاجة وحشة، نجحت معاه كسرت الدنيا معاه. الناس لغاية دلوقتي بيتمنوا ان انا ارجع العب معاهم تاني، فبالتالي بتبقى دي او ده موضوع العاطفة. لكن كلام العودة بيبقى مختلف تماما. اشرف بن شرقي الاهلي ما فوتش اشرف بن شرقي لغاية دلوقتي، يعني ككلام ما بين الاهلي واشرف بن شرقي الاهلي موقفه بعيد. الموضوع منحصر فين في مصر؟ منحصر ما بين الزمالك وبيراميدز. اشرف بن شرقي عايز ايه؟ هو عايز الزمالك. المقربين او الناس القريبة او الناس اللي هي بتتكلم مع اشرف بن شرقي في مصيره شايفين ان بيراميدز هو الاحسن. بيراميدز هيلعب دوري الابطال السنة الجاية، بيراميدز مستقر ماليا فبالتالي فلوسه هياخدها اول باول. هم شايفين ان الفريق تمام بالنسبة له جدا انه يجي ويلعب. لكن انا عندي نقطة، وجود اشرف بن شرقي يساوي خروج ابراهيم عادل من بيراميدز؟ الله اعلم. يعني هل مسؤولين بيراميدز، لان الاتنين بيلعبوا شبه في مكان واحد او نفس المكان غالبا، فهل مسؤولين بيراميدز هيسوقوا او هيبيعوا وكلنا نتمنى ده ابراهيم عادل في اللي احنا شفناه في بطولة افريقيا؟ بصراحة لعيب مالوش مثيل يا جماعة، رهيب رهيب. يعني في زملاء كتبوا ان كيليان امبابي الكرة المصرية، هي مش مبالغة، هو حقيقة والله هو لعيب ممتاز جدا. اذا بيراميدز دلوقتي مع مفتاحين، انه يبيع ابراهيم عادل ويسوقه ويجيب اشرف بن شرقي، او انه يجيب الاتنين وساعتها باتشيكو يكون ليه صرفة في الملعب.